السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بوصفه جديده سهله وسريعه جدا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، ويلا بينا نشوف ايه هي الوصفه وهنعمل ايه مع بعض. طيب يا بنات، الاكله دي اسهل واسرع اكله ممكن تعمليها في اي وقت، تمام؟ يعني ولو جربتيها هتحبيها جدا لانها سهله جدا، يعني بتاخد من ربع ساعه ل10 دقايق بس، وسهله قوي. مكوناتها بسيطه وفي كل بيت، وكمان يعني اسرع اكله ممكن تشوفيها. وبصوا يا جماعه، هي مش هتحتاجي غير 4 طماطميات و2 فلفل وبصلايه وبطاطسايه، وكمان كوبايه المكرونه. دي بتبقى حوالي ربع كيلو مكرونه. بصوا، بتكفي من فرد لفردين. انت عايزه تعملي اكتر براحتك، بتزودي طبعا في المقادير. عايزه تعملي نفس المقادير، بيبقى هو ده المكونات بتاعته، تمام. هقطع كل الحاجات دي رجعتلكم تاني وهرجع يا لكم بنات تاني بعد ما اوريكم هنعمل قطعت ايه. كل الحاجات اللي كانت في الطبق. ده شكل الطماطم، وده شكل البطاطس، بتقطعيها صغير او كبير زي ما تحبي. وده شكل الفلفل، وادي البصل، وادي المكرونه، وادي مرق الدجاج، وادي ملح وفلفل اسود. ده بس كل اللي هنحتاجه في الوصفه. عندك شوربه هنسقيها شوربه، عندك ميه تسقيها ميه عادي جدا، والملح حسب رغبتك جبت بقى طبعا. حله، حطيتها على النار، حطيت فيها حته سمنه صغيره وحبه زيت، وهننزل دلوقتي عليها بشويه البصل دول. هنبدأ نقلب في البصل لحد ما ياخد تشويحة بس صغيرة كده. ده يا جماعة وهرجع اللون اقول اللي انا لكم عايزة هنعمل اوصل ايه له، تاني. التشويحة اللي انا عايزة اوصل لها. هنزل بقى عليها بالطماطم، وهسيبها بقى تتشوح شوية حلوين. يعني هسيبها بقى شوية حلوين كده مع بعض. طب يا جماعة معلش، تليفون رن عشان كده فصلت. انا حطيت الطماطم وهسيبها تتشوح شوية، بس هنزل عليها برضو بالبطاطس، وهنزل عليها برضو بالفلفل، واسيبهم بقى ايه يتسبكوا مع بعض شويه، يعني ياخدوا بس ايه مع بعض شويه كده. 10 دقايق، 5 دقايق بالكتير، وهحط عليهم المكرونه. هسيبهم بقى ياخدوا شويه وهرجع لكم تاني. اهو يا بنات كده تسبكوا شويه مع بعض. هبدا بقى انزل بالمكرونه زي ما انت عايزه تزودي مكرونه براحتك، تمام. وهقلبهم كده مع بعض. وعندك بقى بصوا الخطوه دي، عندك شوربه ممكن تسقي بيها، عندك ميه ممكن تسقي بيها. لو انت عامله كميه مكرونه زياده، ينفع ننزل بنص شفشق طماطم، وبعدين نسقيها بقى طماطم، نسقيها بقى شوربه او ميه، على حسب ما انت هتسقيها بايه. لو انت عامله كتير، بصوا دي الكوبايه دي الطماطم اللي هنا هتخليها حمرا جدا. لو انت عامله بقى كتير، ممكن ننزل بنص شفشق طماطم، والنص التاني ميه او شوربه. هحط بقى التوابل وهوريكم وانا بسقيها دلوقتي. اهو انا قلبتها كده كويس اهو، تمام. هحط بقى مرقه الدجاج، وهحط الباقي بقى الملح والفلفل الاسود، وهنزل عليها بقى في عندي شويه شوربه هنزل عليهم بيها، والباقي هنزل عليه بميه اهو، بس ميه سخنه مغليه اهو كده زي ما انتوا شايفين. هسيبها بقى تفضل تاكل في بعض كده لحد ما هتستوي. هوريكم بقى شكلها بعد ما تخلص. بصوا يا جماعه، لو عملتوا الاكله دي فعلا هتكون ادمان، لان فعلا طعمها خطير جدا وسهله جدا في كل حاجه. استنوني بقى في الشكل النهائي. اهو يا جماعه كده بعد ما استوت، خدت ربع ساعه تسويه، مش هتاخد منك اكتر من كده، يعني هي يا دوب شربت ميتها بس، الشوربه اللي انت سقيتيها او الميه. وده شكلها. هنغرفها دلوقتي مع بعض وهوريكم بقى الشكل النهائي وهي في الطبق. حقيقي تحفه. احلى مكرونه والف هنا وشفا على قلوبكم. وده شكلها النهائي اهو. بألف هنا. جربوها وقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.